السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة بالمغرب. سنعطيكم موجز إخباري إن شاء الله، فلا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن عدة مناطق من المملكة عرفت تساقطات مطرية مهمة خلال 24 ساعة الماضية، تفاوتت كمياتها حسب الجهات، وسجلت أعلى المقاييس بكل من إيموزار إدا وتنان بحوالي 120 ملم، تليها تارودانت ب88 ملم، فيما بلغت التساقطات بطنجة نحو 40 ملم. كما همت الأمطار مناطق خريبكة 33 ملم، وآسفي وأصيلة وشفشاون والفنيدق حوالي 31 ملم، وقصبة تادلة 30 ملم. وفي الوسط سجلت 24 إلى 25 ملم بكل من بني ملال، و23 ملم بالجديدة وطنجة ميناء، بينما بلغت 21 ملم بالقنيطرة وبرشيد. أما إفران والخميسات فسجلتا حوالي 19 ملم، وأكادير والصويرة نحو 16 ملم. وبخصوص باقي المدن تراوحت الكميات بين 10 و5 ملم بعدد من المناطق مثل جلميم، القصر الكبير، سيدي قاسم، الرباط، سلا والمحمدية، في حين لم تتعدى 1 إلى 2 ملم بكل من تازة، صفرو، زاغورة وبنجرير. وتندرج هذه التساقطات في إطار الاضطرابات الجوية التي تشهدها المملكة، والتي ساهمت في تحسين الموارد المائية بعدد من الأحواض.